اهلا بيكم في الاستوديو التحليلي للمسلسلات. اول مسلسل معانا جعفر العمدة. انا حقيقي مش عارفه انا متابعه المسلسل ده ليه ومصممه اشوفه كل يوم، مع اني متوقعه كل الاحداث وعارفه ان محمد رمضان هو اللي هيكسب في الاخر. بس برضه محمد رمضان حلو وحرش كده حرش. بس اللي هيجنني برضه هو محمد رمضان بيمشي زي الانسان الآلي كده ليه؟ مشيه الانسان الآلي دي بتخوف، ما فيهاش هيبه، وعلشان المشيه اللي فيها رعب دي هنديلك 8 من 10 بس. تاني مسلسل معانا سر الباتع. لا انا مش هتكلم على اللا مؤاخذه اللي انتوا اتكلمتوا عليه، انتوا كده كده قمتوا بالواجب وزياده. بس انا نفسي افهم حاجه واحده، هو ده مفهومكم عن العود الفرنساوي ولا الحلو كان ليها اصول برازيليه؟ انتوا 500 فنان في مسلسل واحد بقت ملحمه، ولا عشان هو تاليف واخراج وتمثيل خالد يوسف؟ والله ما هو مثل في مشهد ويمكن يكمل معانا المسلسل كله. ما هو المسلسل مسلسلنا بقى. لا 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 ده صفر. ثالث مسلسل معانا هو الهرشه السبعه، وطبعا ده سؤال بيدور جوه كل بنت فينا، هي الرجاله دي فين فين فين؟ ما طلع متجوز ومخلف ومش قال لحد. انا قلت الدنيا ما ينفعش تمشي بسلاسه كده خالص، بس انا بعد ما فكرت هنديله 8 من 10 عشان هو واقعي على فكره والامثله اللي فيها بتحصل في الحقيقه. رابع مسلسل معانا الصفاره. لا انا مش هعلق ومش هتكلم، ده واخد قلبي وواخد كل حاجه وهياخد 10 من 10. خامس مسلسل معانا هو حضره العمده. اللي انا نفسي افهمه هو ليه كل مشاكله كده حاجه من على وش القفص، اللي هي مشاكل عارفينها وحافظينها وتخطيناها وحليناها واتهرست في 100 فيلم قبل كده. نفسي اقول حاجه للقائمين على المسلسل ده، الفلاحين ما بيتكلموش كده، ما بيتكلموش كده، مش بيفتحوا بقهم ولا بيدلدلوا لسانهم بالطريقه دي. عندهم لهجه مختلفه بس مش كده خالص. انت تاخد 5 من 10. 5 من 10 بس. استنوني في استوديو تحليلي اخر.